يا سلام. اليوم معنا ورق العنب الأصول التركية والحشوة لذيذة. تابعوني، لا تروحوا هنا وهنا. اللانجي أو ورق العنب، تابعوني هيا. السلام عليكم، معكم الشيف عادل. إذا أول مرة بتشوفونا أتمنى أنكم تطرحوا لايك وشير والجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. أتمنى أن هذه المرة تعجبكم الوصفة. أعمل لكم وصفة ورق العنب، وهو طبعا مشهور، وطبعا هو أصوله تركية أيام العثمانية ودخل للدول الشامية. طبعا في عدة طرق ممكن تصلح فيها المحشي، محشي العنب، بس أنا حبيت أعمل لكم حاجة جديدة وحلوة تبع الشيف عادل. نبدأ على المقادير. طبعا معانا الرز المصري، طبعا غسلناه حوالي 4 أكواب ونشفناه. طبعا معانا حبيت أعمل الجزر مع البطاط عشان يكون في القاعدة. معنا الثلاثة حبات من البصل مقطع ناعم زي ما بتشوفوا. معنا 3 حبات طماطم مفرومة. معنا هنا البقدونس والكزبرة حزمة بحزمة. معنا حزمتين من النعناع. طبعا معنا فصين أو حبة كاملة من الثوم، معلقتين من الصلصة، حبتين من الليمون الحامض. معنا هنا الدبس أو الفلفل الحار. طبعا عندنا هنا من كل هذه أنواع التوابل هي معلقة صغيرة من السكر والسماق والباربيكيا والفلفل والكمون والكزبرة والملح. طبعا الأساس عندنا اللي هو ورق العنب. طبعا ممكن في موسم العنب ممكن احنا نقطف منه وينسلق بعد ما يتغسل نظيف. نسلقه على مية حوالي دقيقة أو دقيقتين، ونعمل له الليمون، ونعمل له زيت الزيتون، ونخليه يطلع بهذا الماء. وفي ممكن تشتروا اللي يكون جاهز. الآن يلا نقول بسم الله ونبدأ. يلا معنا. الآن حنبدأ بالرز. نقول بسم الله. طبعا مغسول نظيف. طبعا الرز المصري ممكن في ناس يقول ليش استخدمت الرز المصري، بيطلع هو حل مع الرز المصري، لكن انتم ممكن تستخدموا الرز البسمتي اذا حبيتوا. بنضيف النعناع المفروم. نقول بسم الله. الكزبرة والبقدونس. معانا البصل. طبعا في طريقة ثانية، طبعا هذه الطريقة التركية. في الطريقة الأساسية اللي بيستخدموا ممكن احنا ناخذ نص البصل، نص كمية البصل مع زيت الزيتون ويقلب شوية، ونضيف له الدبس والصلصة مع الثوم، وشوي يكشن على النار، وبعدين نضيف هذه المحتويات. وممكن نضيفها الآن كاملة، فأنا أفضل، أنا بتعجبني هذه الطريقة، وانتم لكم حب الاختيار. نضيف الطماط. طبعا الطماط بدون ماء، طماطم يعني خلطتها بدون ما اضيف لها اي سوائل. معانا الثوم، معانا الصلصة، معانا اللي يحب شوي حراق، واللي ما يحب ممكن ما يضيفوش. في ناس يقول ليش ما ضفنا، ممكن في ناس يضيفوا بعض الدول الشامية بيضيفوا البيبر، بس انا ما بحبش البيبر لان البيبر بيحمض شوية. زي ما قلنا السكر، هذه كلها توابل معلقة صغيرة مع يعني نص معلقة، ما يعادل حوالي 50 جرام. سكر، سماق، باربيكيا، فلفل، كمون، كزبرة، ملح. نضيفها كامل. يلا نقول بسم الله. نخلط الكمية كاملة اللي تجانس معنا. الرائحة ما شاء الله. بضيف اللي يحبها، انا طبعا بخليها وسط، اللي يحب يكون فيها حذاقة ممكن يضيف اللي انا عملت حبتين ليمون. طبعا ما ننساش زيت الزيتون، تقريبا نص كاسة. معانا دبس الرمان، بنضيف حوالي 3 معالق. نقول بسم الله عشان نشوف. هذه معلقة، وهذه معلقة،
وهذه معلقة. الآن نخلط لما تتجانس كل المكونات. طبعا اللي يحب الحذاقة أكثر ممكن يضيف الليمون ويضيف دبس الرمان، بس أنا بخليها وسط عشان حتى لو في أطفال حبوا ياكلوا. وطبعا في اللي بيزيدوا يحبوا الحراق شوية، بس نحن نقول عشان لو حب يشاركنا الأطفال معانا. وهذه الطريقة والرائحة حلوة. الآن بعد ما تجانست كل الأشياء ما شاء الله الطعم حلو، يعني الحموضة تمام، كل شيء تمام. اللي يحب زيادة زي ما ذكرنا ممكن يضيف دبس الرمان ويضيف الليمون. طبعا هذا في الأخير حنضيفه، حتعرفوا في إيش حنضيفه. هذا طبعا في الأخير لأنه بطرحه قاعدة لتحت عشان لا يحرق ليش المحشي. طبعا معانا المرقة، حوريكم كيف طريقة المرقة. أول حاجة نبدأ نقول بسم الله، وتعالوا معانا أوريكم كيف طريقة اللف. الآن بعد ما سلقنا الورق وخلاص برد معانا زي ما تشوفوا، نقول بسم الله. طبعا بنخلي العروق هذه من الداخل، وهذا بنخليها على الواجهة. بنجيب كده الورقة نطرحها كده نفردها، بنخلي الحشوة في الوسط بهذا الشكل، لا كثيرة ولا قليلة عشان يطلع معانا المحشي كويس زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ أول حاجة كده نطرحها ونسحب، وبعدين بنسكر من هنا بهذه الطريقة، وبنسكر من هنا، وكل ماذا بنسحب ونلف. الورق العنب يشتيله صبر ولف زي ما شفتوا كيف بهذه الطريقة بيكون معانا. هنعمل لكم واحدة ثانية لما تكمل معانا الكمية. زي ما قلنا العروق بتكون لداخل، كله الحشوة على حسب الورقة الكمية، ممكن نكثر أو ده على حسب حجم الورقة. زي ما قلنا أول نبدأ كده ونسحب، وبعدين نبدأ من الأطراف نجمع بهذه الطريقة، وكل ما نلف ونضغط، كل ما نلف ونضغط عشان يطلع معانا الإصبع زي ما انتم شايفين كيف مرتب لما نكمل الكمية اللي عندنا. طبعا ما شاء الله بعد ما كملنا لف ورق العنب زي ما شايفين بالحشوة اللي نحن جبناها، والآن نبدأ نرصها في الدست أو في الطنجرة. طبعا في بعض الناس بيحبوا إنه يضغطوها، لكن أنا لا، بخليها على نار هادئة، تاخذ من حوالي 3 إلى 4 ساعات لما تمتص السوائل، ونخليها برضو ترتاح 4 إلى 5 ساعات لما تنشف معنا ويدي لنا الشكل الحلو. طبعا زي ما وريتكم أنا قطعت شرح من البصل يعني يدي لي نكهة، والبطاط والجزر. يلا الآن بنجيب الدست بهذا الحجم ونبدأ نرص. نقول بسم الله. الآن دحين رصينا عشان نعمل حماية للورق العنب اللي هو اللونجي أو الورق العنب. يلا نقول بسم الله ونبدأ نرص على شكل دائري. طبعا ورق العنب ما يحتاج مزاحمة، بس نحن نرصه بهذه الطريقة على شكل دائري. الآن بعد ما كملت تقريبا 60 حبة يكون معنا باقي الورق، نرصه كده من فوق عشان يمسك لنا. نكمل الرص. بعد ما كمان رصينا بنجيب طبق يعني يكون شوي ثقيل نطرحه كده
عشان يمسك لنا المحشي تمام. وبعدين بنجيب المرقة. طبعا مكونات المرقة يا تكون معانا مرقة دجاج أو لحم. إذا ما فيش ممكن نحن نعمل مرقة بسيطة، بنشوح شوية بصل مقطع بنحمصه، وبعدين بنضيف عليه البهارات المرق ومرقة ماجي، وبعدين بنضيف عليه معلقتين من الليمون، ماء الليمون، ومعلقتين من دبس الرمان، ومعلقتين زيت الزيتون، ويصبوا فوقه ويطلع على النار. يلا تعالوا معنا. طبعا هذه المرقة اللي صلحناها بعد ما بردت زي ما قلنا، نص بصلة كأنك تعملي المرقة، نص بصلة والبهارات والتوابل حقت المرق. بنضيف المعلقتين عشان يدينا المزازة، ما بكثرش، ومعلقتين زيت الزيتون، ودبس الرمان نفس الشيء، واحرك ونقول بسم الله. طبعا ما بكبش الكمية كامل، بكون تقريبا نص الكمية عشان ما يفرطش معي ورق العنب او اللونجي. بيكون الآن بعد ما خلص جهزنا كل شيء وعملنا المرقة. الآن زي ما قلنا نطرح هذا الوعاء عشان يحافظ لي على ورق العنب. والآن أنا بطرحه على نار هادئة. ممكن في ناس يحبوا إنه يضغطوه، بس أنا أفضل إنه لا ينضغطش عشان ما ينزلش سوائل. بخليه على نار هادئة، بيجلس حوالي تقريبا 4 ساعات، ونشوف كيف النتيجة، وحنرجع لكم بعد 4 ساعات. استنونا لا تروحوا يمين ولا شمال. والآن بعد ما ضغطنا، طبعا زي ما قلت لكم ممكن هو يكون 4 ساعات على حسب الكمية. إذا كان من 50 إلى أكثر من 50 يجلس 4 ساعات، وإذا كان العدد 40 ممكن يجلس ساعتين إذا حبينا نكون على النار هذا. وإذا نحب نعمله بالضغاطة بياخذ 45 دقيقة. لا تكثروا عنه، بس على نار هادئة لما تشموا ريحة ورق العنب طالع. الآن زي ما انتم شفتوا هذا هو. الآن حقلبه لكم وتشوفوا كيف ما شاء الله. ليش احنا عملنا البصل والبطاطا؟ عشان يحمي لنا ورق العنب. الآن شفتوا كيف ما شاء الله. وهذا هو ورق العنب أو اللونجي. طبعا أنا حبيت، ممكن تضيفوا انتوا طبعا ما عندش موسم الرمان، المفروض كان يكون في موسم الرمان، لكن ما عندش الان مش في موسم الرمان. ممكن تزينوا به حاجات. طبعا ما حبيتش ازود الحموضه، اللي يحب يزود الحموضه ممكن يضيف دبس الرمان ويضيف. انا ضفت زيت الزيتون. وان شاء الله يا رب تعجبكم هذه الحلقه، وتتابعوني، وما تنسوش المتابعه والشير واللايك، وان شاء الله يعجبكم يا رب. حاجه بسيطه والطعم لا يعني كلوا معايا روعه. زبدة يروح في الفم، لذيذ. أتمنى أن تجربوه واسمع تعاليقكم. وإلى اللقاء، وانتظروني في حلقة قادمة.